افلام اخترت تعمل افلام مختلفه جدا عن الموجوده في السوق. ازاي عرفت تتحرر من شعور الخوف اللي بيجي لاي مبدع انه جاي يقدم حاجه مختلفه يمكن الجمهور ما يفهمهاش او ما يحبهاش؟ انا مش عارف انا اتحررت من الخوف بشكل مطلق ولا لا، لكن عارف اني اخاف من الخوف. دي اكتر حاجه بتخوفني. انا مش عايز اكون حاسس اني خايف، او حاسس انه طول الوقت بيتحكم عليا، او حاسس انه طب لما الفيلم ده هينزل الناس هتقول عليه ايه. انا بحترم الناس جدا، ولاني بحترم الناس فبقدم لهم قصه صادقه، وده اقصى ما في ايدي ان انا اعمله. ما اقدرش اعمل اكتر من كده. يعني بدي جزء من حياتي وجزء من مشاعري وبحطها في الفيلم. ممكن بقى تبقى طريقه حكي القصه مش مناسبه للجميع، ممكن تبقى الشكل اللي الحدوته بتحكي فيه كئيب او دمه تقيل على البعض، بس بالنسبه للبعض الاخر داخل قلوبهم بسهوله. فده شيء انا قادر افهمه، وبحاول ما اخليش الخوف هو اللي يعطلني يعني. في نقطة مهمة جدا كمان، وهو التحرر عن الفيلم اللي عملته قبل كده. بتقدم كل مرة حاجة مختلفة، وأكنك بتلعب لعبة جديدة مع كل فيلم، مع نفسك ومع أبطال الفيلم ومع الجمهور. فإزاي عرفت تتحرر بقى من شعور إنك لازم تقدم نفس الفيلم اللي نجحت بيه، وإن أنت تستعد إن أنت تقدم حاجة تانية خالص يعني؟ والله متشكر إنك لاحظتي ده، لأنه ده تقريبا أكبر مجهود ببذله كل مرة، إن أنا أبعد عن آخر مشروع أنا عملته. وانا فاكر لما مثلا نزلنا فيلم فرش وغطا، وكان ساعتها في فيلم ميكروفون بدا يكون له ناس حابه الفيلم وعايزه تشوف، وناس كتير كانت يلا بقى فاكرين الفيلم اللي هيشوفوه دلوقتي هو الجزء الثاني من ميكروفون. وكميه الناس اللي كانت داخله بالشكل ده تتفرج على الفيلم، وبالتالي الناس دي احبطت جدا. وانا كنت عارف انه ده هيحصل من واحنا بنصور، وكنت عارف انه ده فيلم من طبيعه معينه، ومش بالضروره الجمهور اللي حب ميكروفون يحب فرش وغطا، مش بالضروره الجمهور اللي حب فرش وغطا يحب ديكور، ومش بالضروره الجمهور اللي حب كل دول يحب ليل خارجي. دي حاجه انا بحاول اعملها، ان انا بحب السينما لانها لعبه، ولو بطلت العب اللعبه ديت خلاص يعني هعمل ايه؟ انا مش هبقى محتاج اعمل افلام. ممكن اغير بقى، ممكن ارسم، ممكن العب مزيكا زي الاول، ممكن اعمل اي حاجه. لكن بالنسبه لي طول ما اللعبه ما موجوده، اللعبه دي معناها ان كل مره هنعمل حاجه مختلفه، هنحاول نكون صادقين قد ما نقدر ونشوف ايه اللي هيحصل. بس